رتب اولوياتك تاني، عيد ترتيب اولوياتك اول كل كوارتر واول كل سنه. الاولويات كانت موجوده وكنت عارفها وعارف هدفي وعارف رايح فين وجاي منين وبلاند ومخطط. تتفاجئ انك انت اولوياتك محتاج ترتبها بعد ما اقدرش اقول بيجي ليت لانه نيفر تو ليت، لكن من الافضل كانت تترتب من الاول. فدايما قياس الاولويات يفضل انك تقيس الاولويات على المستقبل مش على الوقت الراهن بس. ودي هديك مثال كلنا عشناه. اول ما جت الكورونا يا معلم، عارف في الجيش كله قاعد في البيوت، بدأنا ندرك مدى الأهمية والاستمتاع فعلا بدور الزوج والأب في البيت ودرجة الافتقاد بتاعهم لده. فدي من المكتسبات اللي فرضتها علينا فترة الحظر بتاعت كورونا، اللي أنا بقول لك بمنتهى الوضوح أنا حافظت عليه، من ضمن المكتسبات اللي أنا حافظت عليها.